السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم موتانا وارحم امي وابويا، ادعي لهم بالرحمة والمغفرة يا حبايب قلبي. بصوا يا جماعة، النهاردة بصوا خلاص كده الشقة فضيت، فانا ببدأ بقى ايه اكنسها كده واسيقها. بصوا يا جماعة، هي خلاص الشقة ما عادش فيها حاجة خالص الا حاجات بسيطة جدا، يعني بوتاجاز، كنبة بتاعتي، السرير كده، حاجات بصوا بسيطه خالص. فانا فكرت فيها، قلت لا انا مش هسيب الشقه. جيراني لما كلموني وكده وعرفوا ان انا همشي قالوا لي لا ما تمشيش، الشقه دي حلوه وانت هترتاحي فيها ويبقى لكم مكان للزمن، وبعدين ايجارها رخيص، وغير كده وكده انا مش بدفع ايجار. يعني محمود كان رايح يجيب لي دكان ايجار ان انا ايه الم حاجتي فيه واقعد ابيع فيه، فانا طبعا مش هقدر اخد دكان ازاي وانا معايا 3 اطفال، عندي عيل مثلا لو عمل حمام مثلا، بنتي عايزه تاكل. لكن انا كده واخده بفرش قدام الشارع، الناس بتحبني ومش عايزيني امشي، وناس كويسين بصراحه، ما شفتش كده، يعني ما شفتش ناس كويسه كده. فقالوا لي لا خليكوا، والطلبه دول هياخدوا منك الشارع ده كله طلبه، ربنا هيرزقك ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت مكان ليكي. يعني مثلا اختي اللي في المحل دي قالت ما عدتش نازله كفر الشيخ. طب ليه؟ لا ده احنا ناخد الشقه دي وافتحها على حس اخواتي عايزين يقعدوا معايا يجوا يقعدوا معايا فيها، عايزين نتغدوا سوا مع بعض ناكلوا فيها، نقعدوا فيها، اختي تيجي براحتها تقعد فيها كده، تبقى لنا كلنا، ومش مشكله ايجارها بسيط. مثلا لو عجزت في 300 400 جنيه عادي، دي سهله، ابقى ايه المهم من اخواتي يبقى مبلغ بسيط عليهم يقدروا يدفعوا، بس انا افضل فاتحه في نفس الوقت ربنا يرزقني، وفي نفس الوقت مكان مثلا اتضايقت، مثلا اتخانقت مع محمود، اتضايقت مثلا مش عارف ايه، اجي افتح واقعد، اروح مثلا انام في شقتي واجي طول النهار اقعد استرزق اشوف عيالي. هنا بدخل اطبخ، بدخل العيال هنا في الشارع بيشيلوا لي محمد، ادخل اطبخ، ادخل اروق، ادخل استحمى. بيت يا جماعه، شقه مش دكان. الدكان دوت لو انا عايزه اعمل حمام اخبط على مين؟ لو عيال عايزين يشربوا اخبط على مين؟ لكن دي شقه وبفرش قدامها، والراجل مش ممانع، يقول لي عايزه تعملي رفني اعملي، انت حره في الشارع ما لناش دعوه، المهم الجيران يشتكوش منك مش عارف ايه. وانا الجيران هنا الحمد لله بيحبوني، يقول لي هاتي كذا وهاتي كذا، واللي بيعوزوه بيطلبوه مني بجيبه. يعني في رحمه، الناس حاساها عندها رحمه. وغير كده وكده ربنا بيرزقني، يعني بصراحه شايفه. هتقولي لا طب انت ليه؟ طب لمي عيالك وانت معاكي فلوس. ايوه الحمد لله، انا ربنا مرزقني الحمد لله، ومعايا فلوس الحمد لله، وربنا بصوا ميسرها معايا الحمد لله. هتقولي خلي دي الواحده معاش فلوس. لا يا جماعه، الفكره مش بالفلوس، الفكره مش بالفلوس. انا الحمد لله معايا فلوس، والحمد لله جوزي الحمد لله صحته كويسه بيشتغل. في ناس غيره عاجزه، وفي ناس غيره الحمد لله نفسها تعمل مشروع معاش فلوس، في ناس مش عارف ايه. انا عارفه يعني كل واحد بيتكلم من وجهه نظره، كل واحد بيتكلم من وجهة نظره هو. فانا بصوا الحمد لله انا مش بزعل حد الحمد لله، فالحمد لله الناس بتحبني والحمد لله محبوبة، ومش بزعل حد مني، وجيراني بيحبوني وبيجي ياخدوا طلباتهم مني وياخدوا بالهم من عيالي وبيحبوني. بدخل اسيب الفرش في الشارع وادخل محدش بيمد ايده على حاجة، فدي حاجة كويسة، كل دي حاجات كويسة الحمد لله يعني. فانا ايه قلت انا هسيق كده وافرش فرشه، وهنا في الصاله مش هفرش حاجه. ليه؟ لان انا بلم البضاعه كلها في الصاله، فبيجوا مثلا يخبطوا عليا يشتروا، فبيخشوا، فما بقولهمش بقى لا شبشب ولا حاجه، الزروطه جايه. فلميت كل الحاجه في الاوض بحيث اخواتي لما يجوا يخشوا ايه يقعدوا على الاوض، والصاله تبقى للزروطه. ماشي، حد مثلا جايب حاجه عايز يخزنها يجي يحطها هنا، حد مثلا من اخواتي جايب حاجه يجي يحطها هنا، جايين ينظفوا شويه سمك، ينظفوا شويه حاجه يحطها هنا. مريم بقى بنتي بتموت في التصوير، هي بقى طلعت صورت كده يعني.